ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ في ترند كان طالع من فترة كده بيتكلم عن ديدلاين اسمه ديدلاين البنات. وقت كده معين البنت بتبقى حطاه للشخص اللي معاها. لو ما خدش خطوة معينة، ما خدش ستيب معينة، هي بتنهي العلاقة دي. او مثلا بيعمل حاجات غلط في العلاقة، فهي مثلا بتحدها عليه ان هو عمل غلطات كتير مرة على مرة على مرة، فهي مثلا بتنهي العلاقة. فتعالوا نشوف كده جزء ونرجع نكمل الفيديو. الديدلاين، وليه البنات بتحط ديدلاين ولاد؟ تعالوا نحط ميك اب مع بعض واقول لكم ايه هو الديدلاين ده. ماشي، الديدلاين ده بيبقى اللي هو مثلا لو في ريليشن شيب او اتنين بيتكلموا وبيتعرفوا على بعض ايا كان، يعني هي البنت بتحط له وقت، اللي هو مثلا لو مخدش ستيب كمان اسبوع فخلاص مش هو ده. مش بس كده، ممكن كمان يبقى عدد غلطات، يعني مثلا لو غلط مرتين تلاتة كمان فخلاص برضو 90% ما بيبقاش في اول ما بيتعرفوا على بعض بيبقى خلاص هي زهقت منه، او خلاص المفروض ياخدوا ستيب وهو مش بياخدها، او بيغلط كتير نفس الغلطة وهي زهقت. بتبقى حاجة كده اللي هو ايه، نريح ضميرنا، انا خلاص اديته وقته وعملت له كمان ديدلاين وخلاص. ليه بقى احنا البنات بنعمل ديدلاين للولاد؟ عشان بنبقى عايزينه مثلا ياخد ستيب، او ده الوقت اللي احنا المفروض ناخد فيه ستيب وهو مستعبط. زي ما قلت ان الديدلاين ده وقت معين البنت بتبقى حطاه، ولو ما خدتش خطوة بتنهي العلاقة. نكمل بقية الفيديو. واكيد اكيد الولد مش بيبقى عارف اي حاجة عن الديدلاين ده، ولا اصلا هو اصلا مش عارف ان احنا بنفكر في كده يعني. هي بتبقى حاجة ما بين البنت ونفسها، خلاص هو ده الوقت الكفاية عليك قوي كده. بصوا يا جماعة، ده اكتر حاجة بتديني سانكس بلوك. وعشان برضو ما تبقوش فاكرين ان انتوا رامين البنت جنبكوا وخلاص انت بتعمل اللي تعمله، هي كده كده جنبك، وان هي عبيطة. يعني هي مش عبيطة، هي بس مدياك وقت وهترميك. فما تستقلوش بينا واحنا ساكتين، احنا دماغنا شغالة يا جماعة. باي. شوفنا الفيديو. انا جاي هنا اتكلم في الفيديو ده عن هو اصلا الديدلاين ده موجود ولا لا. انا بالنسبه لي بشوف ان الديدلاين ده اساسا حاجه مش موجوده. الفكره كلها ان البنت وهي معاك في العلاقه بتبقى حاطه احتمالات، ان احتمال ان العلاقه دي تبوظ، او العلاقه دي توصل لحيطه سد، او يحصل اي مشكله بينكم في يوم من الايام، فالدنيا ما تبقاش احسن حاجه، فهي هتعمل ايه بعديك؟ فالبنت وهي معاك في العلاقه هي بتحاول ان هي تأمن نفسها. يعني وهي معاك في العلاقه بتفكر طب العلاقه دي لو باظت انا هعمل ايه؟ فبتبقى حاطه ستيب او 2 او 3 على حسب بقى ما ربنا يقدرها. الاستبن ده بيبقى شخص احنا بنسميه ستيب طبعا. بيبقى شخص معجب مثلا بفلانة، وبس هي مش، يعني هو مش عاجبها، بس هي عارفة ان الشخص ده عاجباه، فبتحطه كده على جنب. ممكن تعوزه يعني في وقت من الاوقات بيحل ازمة ويحل مشكلة. وللأسف هو في نوعين من الاستبن. في استبن مش عارف ان هو استبن، تمام، وفي استبن تاني هو عارف انه استبن. هو في حد عارف ان في 2 في علاقة معينة، بس هو قاعد مستني يمكن في يوم من الايام ان العلاقة دي تفشل او يحصل اي حاجة. ففي عيال بتحب تاخد بواقي غيرها، يعني في كده اشباه رجالة هو قاعد مستني العلاقة دي تفشل، فيروح هو نازل من على الدكة داخل في العلاقة، تروح هي منزلاه او الاساسي اتصاب فنزل البديل. وفي نوع تاني هو مش عارف انه استبن. لان للاسف وانا هنا مش بتكلم، انا هنا مش بعمم ان كل البنات بتعمل كده، ولكن انا بتكلم على جزء كبير قوي من البنات هم فعلا بيعملوا كده. بتكلم 1 و2 و3 مع بعض في نفس الوقت، وبتسيب استبن على جنب، تبقى حطها على جنب. فانا هنا مش بعمم، بس انا بتكلم على الجزء الاكبر اللي بيعمل ده، وللاسف هو ده النسبة الاكبر.
فالحاجات اللي احنا بنشوفها وبنضحك عليها على الفيس، مثلا الفيديوهات اللي تلاقي بنت مشيراها، جيت ابعت مثلا فيديو للاساسي فبعته للتاني فالاتنين عرفوا. الحاجات دي على قد ما هي بتضحك، بس على قد ما انت لازم تقرا اللي ورا السطور، اللي تحت السطور، ان الكلام ده فعلا حقيقي وفعلا بيحصل. فنرجع للموضوع. يعني حوار الاستبن ده جاي منين؟ جاي لان في ناس كتير قوي وشباب كتير قوي هي مش عارفه قيمه نفسها، هو مش عارف قيمه نفسه، هو دايما حاسس بالدنيا، هو دايما حاسس ان البنت دي حاجه اعلى وهو حاجه ادنى. عكس بره انت بتلاقي بنت جميله جدا ولكن هي عارفه ان في زيها كتير قوي جمال، لان بره مفيش حاجه بتحصل من غير مقابل، بره كل حاجه بمقابل. انا هعمل لك ده مقابل ايه؟ انما هنا عكس، هنا البنت انت ممكن تساعدها بس عشان خاطر هي بنت وحلوه، فتمام انا هساعدها. ده للاسف الوضع السائد عندنا في مصر وبشكل عام في كل حته في الدول العربيه، ده موجود. عكس بره مفيش الكلام ده. انما هنا في تلاقي الاستحقاقيه جامده قوي عند اي واحده، ده اللي موجود. فنرجع تاني للاستبن او الستوك او اي حاجه. هو الشخص ده للاسف هو مش عارف قيمته، مش عارف قيمته كراجل. هو عايز ياخد دايما بنفيتس الارتباط في اي اطار بقى، في اطار صداقه، في اطار ارتباط، في اي اطار. فهو عايز يحس دايما ان هو لا، ان هو موجود، او عايز يحب، عايز يتحب، عايز واحدة تبقى في حياته. هو مش مستقل بنفسه، هو مش عارف، زي ما قلنا في الاول، هو مش عارف قيمة نفسه، فبياخد قيمته من البنت. وده اكبر غلط انت ممكن تعمله في حياتك. فزي ما كنت متكلم قبل كده على الفيديو اللي فات، اللي هو الشخص اللي كان جاب للبنت اللي معاه ورد وعمل مش عارف ايه وفي الاخر خانته، فهي خانته للاسف عشان هو برضو نفس الفكرة، هو مش عارف قيمته ايه. يعني في الاخر خانته مع المدرب بتاعها. هل المدرب بتاعها كان بيعمل العبط اللي التاني كان بيعمله؟ ولا عمره فكر يعمل ده، لان هو عارف ان هو مش مضطر يعمل ده. لان خلي بالك، البنت لو عايزاك فعلا انت مش هتعمل اي حاجة. البنت لو حباك هي مش هتبقى عايزة منك بجد اي حاجة، ولا هتقولك ورد، ولا هتقولك اي حاجة. الدنيا هتبقى سالكة والدنيا هتمشي والدنيا تمام. ليه؟ لان هي عارفة قيمتك كراجل. انما البنت دايما لما تبقى عارفة اللي قدامها ده هو في نظر نفسه ملوش قيمة، او هي مش الشخص ده مش على هواه، فبتبتدي ان هي تطلب طلبات، وان هي يعني تبقى عايزة تخليه ان هو يعني يجيب لها كل حاجة في الدنيا. يعني انا مش هتخطب بدهب، لا انا بألماس بقى وحاجات. ليه؟ هي مش عايزاه. ولكن لو شخص هي عايزاه، والله لو قال لها فضة هتقبل عادي. ليه؟ لان هي عايزاه. فده بيرجع ان في شخص عارف قيمته وفي واحد تاني مش عارف قيمته. ده الفرق. في واحد بينفست في نفسه وفي واحد تاني اهبل، يدخل عند اي واحدة يعمل لايك لاف مش عارف ايه، هو ما يعرفش اصلا الناس دي مين. فالعيال دي هي اللي بتتحط في اطار الاستبن. زي ما قلنا في الاول، العيال دي بتبقى يعني هي بتبقى حاطه في دماغها ان الواد ده اهبل، الواد ده عبيط، فحلو تعالى سيبه على جنب. ليه؟ لان لو حصل اي حاجه زي ما قلنا تحس بقيمتها من بعديك، يبقى في الاستبن ده موجود. وللاسف في كتير قوي منهم هو مش عارف ان هو استبن. هي ممكن تكون بتغيظ حد بحد تاني خالص، هو مش فاهم ده، هو مش عارف ده. يعني انت كراجل المفروض لما تيجي تدخل في علاقة مع واحدة، البنت اللي تلاقيها دخلت في علاقة واتنين وتلاتة،
دي تبقى بالنسبه لك اكسباير، دي ما تنفعش اصلا تدخل معاها حتى في صداقه تصاحبها، يعني اخرك تصاحبها، انما اكتر من كده كجواز ما تنفعش. ليه؟ لان انت يوم ما هتيجي تدخل معاها في ريليشن وتتجوزوا، فصدقني انت هتتحط في اختبارات مع كل اللي هي عرفته. ويا سلام بقى لو في حد فيهم هي حبيته بجد، فهتحطك دايما في مقارنات مع القديم، هتشوف القديم ده كان بيعمل ايه وانت بتعمل ايه دلوقتي. القديم ده مثلا الاكس كان بيعمل ايه وهي تعبانه، تشوفك انت بتعمل ايه وهي تعبانه دلوقتي، فانت لازم تكون احسن منه. فانت لو مش احسن منه حياتك هتبقى سودة، فانت هتتحط في مقارنات وانت مش عارف ان انت محطوط في مقارنات، انت مش عارف ايه يعني انت مش فاهم ايه اللي بيحصل، انت مش فاهم حاجه، بس انت محطوط في مقارنات في دماغها مع ناس تانية خالص انت ما تعرفش عنهم اي حاجه. وخلي بالك مفيش بنت عامه هتيجي تقولك والله لا ده انا دخلت في علاقه واتنين وتلاته، بالعكس اي بنت عشان دنيتها تمشي، الا بقى لو كانت دي حاجه رسمي اتجوزت فهي مضطره تقولك ان هي كانت اتجوزت، انما لو مصاحبه هي مش مضطره تقولك ده لان انت مش هتعرف ده. بس انت لازم البنت اللي معاك تحطها في اختبارات كتير قوي 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 قوي، وتفهم البنت اللي قدامك. اوعى تبين للي قدامك دايما ان انت فاهمه او ان انت عارفه، اوعى تخلي اللي قدامك يبقى عارف اولك ايه واخرك ايه. خليك دايما فاهم اللي معاك وما تبينش ان انت فاهمه. خليك فاهم اللي قدامك ده بيفكر فيه دلوقتي وبيفكر فيه قدام، وما تبينش ان انت فاهم. خلي دايما في غموض في العلاقة، خلي دايما البنت اللي معاك ما تبقاش فاهماك، وانت لازم تبقى فاهمها بس ما تبينش ان انت فاهمها، لان هو ده الصح. ما يبقاش همك ان انت تطلع اللي قدامك ده غلطان او تقول له انت عملت 1 و2 و3. اوعى تعمل ده، خليك دايما فاهمه وخليه يجيب اخره. فالبنت عمرها ما هتيجي تقولك انا صاحبت 1 و2 و3، ولكن انت بذكائك بطريقتك هتعرف اذا كان البنت دي صاحبت ولا لا. وكده كده عامة في الحياة مفيش حاجة بتستخبى، ناس كتير قوي اتجوزت وناس كتير قوي خطبت واكتشفت بلاوي. هو ما عملش اي حاجة على فكرة، هي كل حاجة جات له لحد عنده، لان الكذب في الاول وفي الاخر لحد معين. مفيش حد يفضل كذاب طول العمر، او مفيش حد هيفضل عايش في المثالية طول حياته. فانت دايما لازم تحط البنت اللي معاك، البنت اللي انت حطيتها في اطار مثلا البنت دي عايز تتجوزها، انت لازم تحطها في اختبارات كبيرة قوي عشان تعرف البنت دي اساسا لما تيجي تتجوزه فاهمة مسؤولية الجواز، ولا دي واحدة عايزة تتجوز وخلاص، ولا دي واحدة شايفة مثلا صاحبتها اتخطبت فانا عايزة اتخطب، واحدة شايفة صاحبتها اتجوزت فانا عايزة اتجوز، صاحبتها خلفت لا انا هخلف 2 و3. خلي بالك مش كله فاهم الجواز، مش كلها فاهمة هي عايزة تتجوز، بس ماذا بعد الجواز؟ طب انت فكرتي في الخلفة؟ طب انت فكرتي في التربية؟ طب انت بتفكري في الحاجات دي؟ لا، هي بتفكر ليوم الفرح. ماذا بعد ده بقى لحد ما ربنا يكرم. فالخلاصة من الفيديو ان مفيش حاجة اسمها ديدلاين. الديدلاين ده بس ترند كده طلع، وبنات كتير يعني دخلت فيه وقالت صح احنا بنعمل فعلا ديدلاين والكلام ده، وهي اصلا والله ما عارفة الديدلاين ايه. يعني كانت مفكرة ساندوتش من اول امبارح مثلا، بس هو ترند وكله دخل فيه فتمام قشطة يلا هنزيد في الزيطة صح احنا بنعمل ديدلاين وبتاع. مفيش حاجة اسمها كده. بس ده كان فيديو النهاردة، لو عجبك اعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.